أهلا بيكم يا جماعة. لو عايشين في ألمانيا أو حتى بتتعلموا ألماني فشرح النهاردة ده مهم قوي ليكم. كلنا أكيد بنتحط في موقف بنبقى محتاجين نوصف تعباننا للدكتور أو حتى في الصيدلية، والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل ده بكل سهولة. يلا بينا نبدأ. تخيلوا معايا الموقف ده. صحيت الصبح في ألمانيا حاسس إن جسمك مكسر وتعبان ومش قادر تقوم. لازم تروح للدكتور. أول سؤال هتسمعه هناك غالبا هو Was fehlt Ihnen؟ اللي هي معناها بتشتكي من إيه؟ يا ترى بقى ساعتها هترد تقول إيه؟ طيب، أول وأبسط حاجة ممكن نقولها عشان نفتح بيها الكلام هي جملة عامة بتقول إنك مش تمام. دي بتدي للدكتور فكرة مبدئية، ومنها بقى تقدروا تدخلوا في تفاصيل أكتر. وعلشان نعبر عن الإحساس ده بنستخدم فعل أساسي ومهم جدا، وهو fühlen اللي معناه يشعر. خدوا بالكم كويس قوي من نطق حرف الأو هنا، ده صوت بين الواو والياء. جربوا كده معايا، قولوا إيه بس وشفايفكم مضمومة كأنكم بتقولوا أو. fühlen هو ده الفعل المحوري بتاعنا، وبكده الجملة الكاملة على بعضها هتبقى Ich fühle mich nicht wohl. ودي بالظبط زي ما بنقول بالمصري أنا مش حاسس إني كويس. ركزوا في النطق، Ich fühle mich nicht wohl. كلمة wohl هنا معناها بخير. يلا نقولها سوا كمان مرة. Ich fühle mich nicht wohl. ممتاز. تمام، بعد ما فتحنا الكلام بالجملة العامة دي، دلوقتي بقى عايزين نكون محددين أكتر ونقول بالظبط إيه اللي وجعنا. وهنا هنحتاج فعل أساسي تاني وهو haben، اللي معناه يملك أو ببساطة عنده. وهنا بقى الخبر الحلو. القاعدة هنا بسيطة بشكل لا يصدق. كل اللي هتعمله إنك هتقول Ich habe، يعني أنا عندي، وتحط بعدها اسم العرض على طول من غير ما تفكر بقى في دار ولا دي ولا das. دي تعتبر هدية من اللغة الألمانية لينا. ناخد أول مثال وأشهر عرض بيجيلنا كلنا، الصداع. بالألماني يعني Kopfschmerzen. الكلمة دي عبارة عن جزئين، Kopf يعني راس وschmerzen يعني ألم. على بعضها بتبقى Kopfschmerzen. وعشان نطبق القاعدة بتاعتنا، لو عايز تقول هو عنده صداع هتقول ببساطة شديدة Er hat Kopfschmerzen. شايفين السهولة؟ مفيش أي أداة تعريف قبل Kopfschmerzen. المثال اللي قدامنا ده في صيغة الماضي، Er hat Kopfschmerzen gehabt، يعني هو كان عنده صداع. نروح للعرض التاني المشهور وهو ألم الحلق أو الزور. بالألماني اسمه Halsschmerzen. نفس الفكرة بالظبط، Hals يعني حلق وschmerzen يعني ألم. مع بعض Halsschmerzen. يبقى عشان تقول إن زورك وجعك أو عندك التهاب في الحلق هتقول بكل بساطة Ich habe Halsschmerzen، يعني أنا عندي ألم في الحلق. تطبيق مباشر للقاعدة السهلة بتاعتنا. طيب، ألم البطن أو المغص ده بالألماني اسمه Bauchschmerzen. كلمة باوخ لوحدها يعني بطن، وخدوا بالكم هنا قوي من نطق حرف التش المفخم اللي هو زي الخاء عندنا، Bauchschmerzen. وده مثال بيحط الكلمة في جملة كاملة ومفيدة. Wenn ich Bauchschmerzen habe, trinke ich Tee. معناها ببساطة لما بيكون عندي مغص أنا بشرب شاي. حلو قوي. إيه تاني من الأعراض المشهورة خصوصاً في أدوار البرد؟ عندنا عرضين مهمين جداً ومنتشرين، الكحة والسخونة. الكحة بالألماني يعني der Husten. النطق بتاعها بسيط ومباشر، Husten. والمثال اللي معانا بيقول Mein Sohn hat Husten، يعني ابني عنده كحة. برضو بنفس القاعدة بنستخدم فعل haben. أما بقى السخونية أو الحمى فدي اسمها بالألماني das Fieber، ودي سهلة جدا في نطقها Fieber، قريبة قوي من الكلمة في الإنجليزي. والجملة دي مثال ممتاز، Ich glaube, dass du Fieber hast، معناها أنا أعتقد إن عندك سخونية. طبعا هنا استخدمنا hast بدل habe لأننا بنتكلم بصيغة المخاطب du. طيب، ركزوا معايا بقى في النقطة الجاية دي عشان مهمة جدا وممكن تلخبط ناس كتير. مش كل حاجة ليها علاقة بالتعب بنستخدم معاها حام. لما بنتكلم عن حالة البرد نفسها، المنطق الألماني بيفكر بطريقة مختلفة. انت مش بتملك البرد، انت بتكون مصاب بالبرد. عشان كده بنحتاج فعل الكينونة sein. بصوا على الفرق ده عشان يوضح الصورة. مع الأعراض المحددة زي الصداع، ألم البطن وهكذا بنستخدم ich habe، أنا عندي. لكن مع الحالة العامة نفسها زي إنك تكون عيان بدور برد بنستخدم ich bin، وبنقول ich bin erkältet اللي معناها الحرفي أنا أكون مصاب بالبرد. فالتعبير على بعضه هو erkältet sein، ومعناه إن الشخص يكون عنده برد أو زكام. كلمة erkältet هنا بتشتغل كصفة، وعشان كده لازم يجي معاها فعل الكينونة sein مش فعل الملكية haben. دي نقطة مهمة جدا، والمثال ده بيوضح الفكرة تماما. Sarah ist erkältet und kann nicht arbeiten.
هنا استخدمنا ist لأنه تصريف فعل زين مع سارة، يعني هي، والجملة معناها إن سارة عندها برد ونتيجة لده مش هتقدر تشتغل. نيجي بقى لآخر جملة معانا النهاردة، وهي جملة مهمة جدا وليها تركيبة خاصة ومختلفة شوية. لما الواحد بيكون حاسس بغثيان أو زي ما بنقول بالمصري نفسه غمى عليه، دي ليها طريقة معينة في الألماني. الجملة دي هي mir ist übel. التركيبة بتاعتها غريبة شوية، مش بنبدأ بإيش ولكن بمية. ده تعبير اصطلاحي مش بيترجم حرفياً، لكن معناه بالظبط أنا حاسس بغثيان أو نفسي غمى عليا. أسهل حاجة إننا نحفظها زي ما هي كده، والنطق بتاعها mir ist übel. وبكده نكون لمينا أهم الجمل اللي هتحتاجوها في أي موقف تعبان. يلا نراجع عليهم على السريع. لو حاسس إنك مش كويس بشكل عام، ich fühle mich nicht wohl. لو عندك ألم محدد في الزور، ich habe Halsschmerzen. لو عندك سخونية، ich habe Fieber. لو حالتك العامة هي دور برد، ich bin erkältet. وأخيراً لو حاسس بغثيان، mir ist übel. لو الشرح ده كان مفيد ليكم، يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الشروحات الجديدة أول بأول. ألف سلامة عليكم وأشوفكم في الشرح الجاي.